خامس مهنة والأخيرة معانا في فيديو النهاردة وهي مهندس البرمجيات. المجال ده واسع ومطلوب بشكل مخيف جدا، وخصوصا مع وجود السوشيال ميديا بشكل أساسي في حياتنا. ومن فترة مش بعيدة دخل الذكاء الاصطناعي عشان خاطر يزود الطلب أكتر وأكتر على مهندسين البرمجيات، والذكاء الاصطناعي يعتبر بيخش في كل مجالات الحياة. والمهندسين دول مطلوبين من أول تصميم برنامج تسعير في سوبر ماركت صغير لحد برمجة نظام صاروخ عملاق بيطلقه إيلون ماسك كل سنة على أمل إن هو يوصل للمريخ. كل بيزنس في الدنيا دلوقتي محتاج هندسة البرمجيات بشراسة، لكنه مجال صعب وبيحتاج مجهود كبير عشان تقدر تواكب لغات البرمجه اللي بتتحدث في السوق باستمرار وتعرف تتعامل معاها بشكل سليم. الراتب بتاعك لو انت مهندس برمجيات في مصر هيكون في رينج من 10000 ل 20000 جنيه شهريا. اما بقى لو شغال في السعوديه فهتاخد من 10000 ل 15000 ريال شهريا، ولو شغال في الامارات فهتاخد بدايه من 15 لحد 25000 درهم في الشهر. اما بقى لو شغال في دوله الكويت فهتاخد من 1000 ل 1500 دينار شهريا، ولو اشتغلت في قطر هتاخد من 8000 ل 12000 ريال قطري شهريا. في النهايه حابب اقول لك ان مفيش وظيفه معينه هي دليل للنجاح، والشيء